السلام عليكم. كيفكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحة وعافية. اليوم رح نعمل وصفة الصيادية على الطريقة الحضرمية. طبعا هذه الوصفة من الوصفات الصحية لعمل الصيادية، لأنه إحنا ما رح نقلي فيها السمك. حتشوفوا معايا كيف رح نعمل السمك بطريقة صحية وطعمه لذيذ، والرز زي ما انتم شايفين شكله نثري، والحبة بحبتها، والنكهة مرة حلوة والطعم مرة لذيذ. ما راح أقول لكم، ضروري تجربوا الوصفة وانتوا راح تشوفوا النتيجة بنفسكم. شوفوا معايا السمك كيف منظره مشهي ومحمر ومن غير ما نقليه في الزيت. شوفوا معايا، وصفة لذيذة وطريقتها مرة بسيطة. والسمك عندي مستوي زي ما انتوا شايفين. يلا نسمي الرحمن ونخش في الموضوع على طول، نبدأ بوصفتنا. عندي هنا تقريبا حبتين من البصل متوسطتي الحجم، يعني حجمها كده وسط، ما هي كبيرة ولا هي صغيرة. مقطعين شرايح زي ما أنا عملتهم كده، أو تقطعوهم صغار زي ما تحبوا. أنا ولعت النار عندي، شغلت النار وأسيب البصلة إلين ما تشرب مويتها، وحضيف عليها الزيت. أضفت عليها هنا الزيت وحشوحها إلين ما يعني يكون لونها كده أشقر أو بني فاتح كده. عندي هنا البهارات عبارة عن 2 من اللومي طبعا أنا خزقته عشان تطلع نكهته. وعندي هنا حبتين من ورق الغار، 3 من القرنفل، 2 عود قرفة، 3 حبات من الهيل. وعندي هنا الشيبة اللي هي بهارات الشيبة، بتدي نكهة حلوة للوصفة. إذا حبيتم تستخدموها وإذا حبيتم تستبعدوها لكم الحرية. شايفين عندي وصلنا إلى هذا اللون للبصل. حضيف عندي الثوم. طبعا تنتبهوا إنكم لا تحرقوا البصل، لأنه لو حرقت البصلة راح يتغير الطعم وراح يمرمر معاكي الرز يعني. طيب، شوحتهم بالطريقة هذه مع الثوم والبهارات، طلعت ريحتها. طيب حضيف البهارات اللي عندي اللي هي عبارة عن نص ملعقة صغيرة من الهرد، وعندي نص ملعقة من الكاري، ونص ملعقة من الكمون، ونص ملعقة من الكبزرة، ونص ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. أضفتهم وشوحتهم. وعندي هنا تقريبا 2 كوب من الطماطم المعصورة. إذا تحبي تستخدمي صلصة ممكن تستخدمي صلصة وشوية طماطم، ممكن لك الحرية، بس أنا حبيت إني أنا أخلي وصفة صحية بعدم إضافة أي مواد حافظة أو معلبة. عندي هنا كيلو من السمك الديرك. أنا استخدمت هنا عندي الديرك مغسول زي ما انتم شايفين. بعد ما عملت الكشنة وسبتها تاخد غلوة، أضفت عليها السمك بالطريقة هذه، وحغطي وحسيبه كمان إلين ما يستوي معايا السمك. ما راح أغطي كتير، يا دوبك السمك ما ياخد وقت، يعني 10 دقايق حيكون عندي جاهز. أغطي طبعا من غير ما أضغط، يعني أشغل الضغاطة، يا دوبك إني أنا أغطي غطا عادي بسيط. شوفوا السمك عندي بالطريقة هذه استوى. راح أخده على جنب. طبعا ممكن تطبقوا نفس الوصفة ونفس الطريقة هذه على قدر عادي، يعني ممكن ما تستخدموا قدر الضغط، اللي ما يحبوا يستخدموا قدر الضغط. شوفوا عندي هنا الكشنة كيف صارت، قوامها ثقيل. وعندي هنا 4 أكواب من الرز البسمتي المغسول والمنقوع في الموية لمدة 3 ساعات، 3-4 ساعات عادي، ساعتين حتى مش مشكلة، موية عادية من الحنفية. أقلبه بهدوء عشان لا تكسر عندي حبات الرز. وحضيف عندي الموية، أضيف عندي الملح أول، وبعدين حضيف عندي الموية. طبعا بما إني استخدمت 4 كاسات رز، لكل كاسة رز كاسة موية بالنسبة لقدر الضغط. لكل كاسة رز كاسة موية، يعني 4 كاسات يعني 4 كاسات موية.
وإذا استخدمنا القدرة العادية راح أعمل لكل كاسة رز كاستين من الموية، حضاعف الكمية. وهنا أضفت عندي قرنين فلفل أخضر وحقلبهم وحغطي قدرة الضغط عليها وأشغل وأسيبها عندي إلين ما يستوي الرز. ما راح تاخد وقت، يعني يا دوبك 10 دقايق 12 دقيقة وحيكون عندي الرز جاهز. هنا نرجع للسمك اللي خرجناه. أنا حطيته عندي في صينية فرن بالطريقة هذه، وحديله مسحة من الزيت علشان أحمره في الفرن. أنا طبعا حطيته على صينية فرن وفرشت تحته من ورق الزبدة. ممكن تدهني الصينية بالزيت وتحطي في السمك عادي، ما فيش مشكلة. هحمره في الفرن. ونرجع للرز. عندي هنا قدر الضغط اهي. بعد ما طفينا وسبناها تهدأ نفتح عليها وشوفوا عندي الرز. يا سلام، في أحلى من كده؟ وصفة سهلة جدا وبسيطة والنتيجة مرة لذيذة. هنا عندي السمك بعد ما أخذ لون من فوق، هقلبه على الجهة التانية علشان يتحمر، واديله كمان مسحة زيت وادخله تحت الشواية. طبعا ما راح نشغل الفرن من تحت، حنشغل الفرن من فوق بس، ونسيبه إلين ما ياخد لون. وحنرجع نقدم وصفة الصيادية مع بعض. شوفوا هنا اديت لها مسحة زيت بسيطة وهرجعها على الفرن تاني. هنا عندي الرز جاهز والسمك اتحمر واخد لونه. نقدمه مع بعض. شوفوا معايا الرز نثري والريحة ما راح اقول لكم، ضروري تجربوا الوصفة. وصفة لذيذة جدا وبسيطة وصحية في نفس الوقت، لان احنا ما قلينا فيها ولا استخدمنا كمية زيت يعني للقلي. أتمنى أنكم تجربوها وتنتظروني في فيديو تاني وصفات صحية وسهلة وبسيطة ومظبوطة. استودعكم الله، في أمان الله. باي باي.